ازيكم؟ مشهد جديد من إبداع خلق الله. الصورة دي أو المشهد ده بيوريك حافر مهر الحصان عند الولادة، وهتلاحظ بمجرد النظرة الأولى إنه سوفت ومطاطي ومغطى بكبسولة رخوة جدا علشان تعمل وسادة ناعمة فوق الحافر. الكبسولة الناعمة دي مش صدفة، ولكنها ضرورية علشان تحمي الفرسة الأم أثناء وجود المهر في الرحم. لأنك لو تخيلت معايا مدة حمل الحصان في ال11 شهر، لو الحوافر دي كانت مكتملة النمو وصلبة جدا، الأم طبعا هتتأذي وهيحصل إجهاض عند الولادة. لكن من لطف ربنا إن نعال المهر دي هي العضو الوحيد اللي بيكتمل أو بيتأجل تكوينه لبعد الولادة، وبمجرد خروج الجنين وتعرض الحافر ده للهواء بيحصل له جفاف، وتبدأ تتكون طبقة جديدة صلبة وحادة في خلال 24 ساعة من خروج الجنين. وده عشان يكتمل نمو الحافر ويعرف يمشي على الأراضي الصلبة ويتباهى بنعل أقدامه ويضربها في الأرض. تكوين حافر الحصان معمول بكل حرفية، تكوين معقد بيجمع بين الصلابة اللي بتساعده يتحمل وزنه واحتكاكه بالأرض الصلبة، وبين المطاطية علشان تساعده من ناحية تانية يمتص الصدمات. وغير كده إن الحافر كمان مغطى بطبقة مقاومة للماء علشان تحافظ على الرطوبة. وأكيد دي مش صدفة، فسبحان الله.